النهارده جايين نتكلم عن ملخص 2024 في الراب سين المصري، والنظام هيمشي كالآتي: هنقول التلات مرشحين ونقول في الآخر الفايز وليه. قبل ما نبدأ أنا مش محايد، أنا جاي أقول رأيي الشخصي، وطبعا النقاش مفتوح في الكومنتات. يلا بينا نبتدي مع أول فئة، أفضل بروديوسر. وفي الفئة دي أنا الصراحة احترت كتير، بس رسيت على التلاتة دول: مولوتوف، الوايلي، هادي معمر. واللي كسب بالنسبة لي هو هادي معمر بلا نقاش حرفيا. أول حاجة نزل ألبوم مع كوس، ودلوقتي واحد هيقول لي طب هو بيغني فيه؟ لأ، هو عامل البيتات كمان. غير طبعا في آخر السنة عمل 4 تراكات من ال5 اللي في ألبوم حب وكاشات، والصراحة من أجمد البيتات اللي سمعتها من فترة. اسمعوا الحتة دي كده من كارما. الصراحة جامدة جدا. نخش على الفئة اللي بعدها، أفضل ديس تراك. في الفئة دي عندنا تريندي، عمو كلاي، زيتوج. تريندي بتراك حق السين. تنكش مين؟ بس شاهين تقل على دمك في مقام عمك لك لما بلغت شاهين كان تحت بينحت وسط الصخرة. وعمو كلاي بتراك سجق. قال لك انا ابن السيوف عشان بيقبض من السعوديه ليك ولا عنها قول له حس ان الالبوم بيوقع راح حكيكها في السين كله. الغريب ان الدسين لحد دلوقتي الاتنين على عفروت، والفايز معانا زيتوج بتراك ديس يور سيلف. انا ابي يوسف وجاي اقول لك اني ويكس بابلو مارو عفرت اعلى مني. اكتر واحد كرييتيف بصراحة عامله بصوت ابي يوسف نفسه، فالصراحة ضحكتني جدا. اللي بعدها افضل حفلة. في المركز الثالث عندنا ليجاسي، حفلة البوم بلاسيبو. المركز الثاني حفلة مروان بابلو اسكندرية. المركز الاول حفلة مروان بابلو ريد بول سيمفونيك. الصراحة الحفلة فاقت كل التوقعات، كان كله متخيل ان هو هيرمي المايك ويطلع، بس لازم كل الاحترام للمايسترو ناير ناجي وكل الفرقة، لانهم طلعوا حاجة عظيمة بجد. ومروان بابلو عمل حركة ذكية ان خلى الدرامز بتاع التراكات الاصلية زي ما هي، على عكس الحفلة اللي رمى فيها المايك، وده خلى الاداء كأنه في حفلة عادية خالص. وده لو يدل على شيء يدل على ذكاء مروان بابلو طبعا. الفئة اللي بعدها افضل تراك في السنة. المركز الثالث عفروتو فيني. المركز الثاني الموند الليلة. والمركز الأول مروان بابلو أبي يوسف كارما. الصراحة التراك جامد جدا يا جدعان، حتى لو هو مهرجان بس يعني اللي عاملينه من الراب سين فيحتسب معانا. والصراحة البيت فيه زي ما قلنا في حتة البروديوسر، البيت جامد جدا من هادي معمر، وأداء بابلو وأداء أبي يوسف كان جامد جدا. الفئة اللي بعدها أفضل ألبوم أو إي بي. عندك ناس كتير نزلوا ألبومات السنة دي، بس في المركز الثالث عندنا عفروتو، أفضل أغاني 2024. عفروتو عامل أداء. المركز الثاني ليجاسي بلاسيبو. والمركز الأول مروان بابلو حب وكاشات. بالنسبة لي حب وكاشات هو دخل قفل السنة وقش كل حاجة، لأنه فعلا ألبوم متعوب عليه. الفئة اللي بعدها أفضل فيديو كليب. المركز الثالث عفروتو وديني. المركز الثاني ليجاسي سنتر. المركز الأول ديجافو مروان بابلو. ديجافو اقدر اقارنه جدا بكليب فري، خصوصا النقلة وطريقة التصوير وطريقة المونتاج، غير التراك نفسه كان جامد جدا. الفئة اللي بعدها افضل تعاون. المركز الثالث عفروتو ومروان موسى منوعات 2019. المركز الثاني معكوس ليجاسي وهادي معمر. المركز الاول ابي يوسف ومروان بابلو كارما. طبعا اتكلمت عن التراك ده قبل كده في الفيديو، فانتوا فهمت وجهة نظري للتراك ده. الفئة اللي بعدها افضل رابر صاعد، وبلا نقاش كريم أسامة. مفيش مرشحين أصلا، هو كريم أسامة كسب على طول، لأنه أكتر رابر صاعد اشتغل وتعب على شغله بجد، زي ألبوم كي أو ألبوم أوكي أو كليب على الأبيض. فالصراحة هو أكتر واحد يستاهل اللقب ده، أفضل رابر صاعد في 2024. الفئة الأخيرة معانا أفضل رابر في السنة. في الفئة دي تحديدا بعتمد إيه أكتر رابر نزل وحاجاته ناجحة ولا لأ. المركز الثالث عفروتو، ودي مفاجأة بالنسبة لي. عفروتو نزل
اجمد البوم في كاريره، اجمد تراك في كاريره اللي هو فيني بالنسبه لي. والمركز التاني معانا ليجاسي، لانه نزل حاجات كتير جدا وكلها جامده بصراحه. والمركز الاول مروان بابلو منزل في سنه واحده اكتر من 20 تراك، وكل تراك نقله عن التراك اللي قبله. فالصراحة بالنسبة لي مروان بابلو واخد السنة لوحده، وفي الآخر ختمها لك بألبوم أقل كلمة تقال عليه إنه هو عظيم. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، ملخص 2024 في أقل من 5 دقايق. ما تنساش تكتب لي ايه اختياراتك تحت في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده اشوفكوا السنة الجاية. اكيد طبعا هنزل فيديوهات شورتس عادي يعني، بس ده يعتبر اخر فيديو طويل هنزله.